الفنانة حورية فرغلي تكشف عن اسم الفتاة اللي كان معاها شاكوش. هو الكلام ده حقيقي صح ولا الكلام ده كذب؟ ومين اللي طلع الكلام ده؟ هل ده عن لسان حورية فرغلي ولا عن لسان مين؟ اللي حصل ان ريم طارق طليقة حسن شاكوش طلعت وقالت ان حورية فرغلي تكشف عن اسم الفتاة اللي كانت مع حسن شاكوش، ولكن اللي حصل غير كده خالص. طلعت الفنانة الجميلة حورية فرغلي وطلعت اتكلمت وقالت عن الموضوع ده بكل حذافيره، واتكلمت بالظبط هو ايه اللي حصل في موضوع الفتاة ده. تعالوا الاول نشوف حورية فرغلي قالت ايه، وبعد كده هنتكلم ونناقش هل هو ده حقيقي ام ايه الموضوع بالظبط. تعالوا كده اسمعوا. الأستاذة ريم طارق طليقة الفنان حسن شاكوش، اللي أنا معرفهاش خالص وعمري ما شفتها إلا في السوشيال ميديا في فرحها وفي برنامجها مع بسمة. اتقال اسم حورية واتقالت حرف ر. الناس سابت كل الأسامي ومسكت في حورية، سكت، وهي حورية دي مش حورية، وسكت وما اتكلمتش خالص. انما يجيلك الجرأة انك تنزلي وتقولي ان الفنانة حورية فرغلي تكشف عن اسم الفتاة اللي كانت مع شاكوش، لغاية هنا بقى وصب. انتي بتقولي حورية فرغلي تكشف عن اسم الفتاة اللي كانت مع شاكوش؟ يعني انت عايزة ايه بالظبط؟ انت عايزة ترند؟ عايزة تجيبي اسم حورية فرغلي عشان تطلعي ترند؟ انا اعرف منين البنت اللي كانت مع شاكوش؟ ويعني ايه تنزلي؟ وعلى فكره وانا مصوراها وممكن ارفع عليكي قضيه تشهير، انا مصوره اللي انتي منزلاه كذا خبر، وقلت كذا الخبر وبعت الخبر ده لريهام سعيد وعندها. فبصي، زي ما انتم شايفين ريم طارق عايزه تركب ترند مش عارفه لتاني مره، لتالت مره، لرابع مره، لخامس مره، لعاشر مره عايزه تركب الترند، لكن المره دي على حساب حورية فرغلي. زي ما شايفين حورية فرغلي قالت ان هي مستاءة طبعا من اللي بتعمله ريم طارق، وان هي ما شافتش ريم طارق الا على وسائل التواصل لما كانت يوم فرحها او ما كانت مع المذيعة الاعلامية بسمة وهبة. ريم طارق كانت من فترة قصيرة طلعت مع بسمة وهبة واتكلمت وقالت ان حسن شاكوش اداها كل ما تستحقه حاجتها، لكن في بينهم وبين بعض قواضي ملناش فيه الموضوع بتاعكم، قلنا لكم الموضوع بتاعكم ملناش فيه خالص. واتفقت معاها الاعلاميه بسمة وهبة ان هي ما تتكلمش في موضوع حسن شاكوش تاني، لكن يظهر ريم طارق وحشها الترند قوي يعني، فحبت تطلع وتعمل الترند المره دي على حورية فرغلي. لكن حورية فرغلي بتقول لها رساله بسيطه خالص ان هي مش عايزاها تعتذر لها ولا حاجه، ومش عايزاها الفيلم الهندي اللي هي عاملاه ده تعتذر لها عليه، ده فيلم هندي وهي عاملاه، لكن هي ما تجيبش سيرتها تاني. طبعا لما جيت وقالت الاسم اللي ماشي معاها شاكوش اول في نص الاسم حرف الر، كل الجمهور زي ما انتم عارفين قالوا حورية فرغلي. هي بعدها بفترة طلعت في الوسائل وقالت لا مش الفنانة حورية فرغلي، لكن دلوقتي طالعة عايزة ترند تاني وبتقول ان هي الفنانة حورية فرغلي. لكن حورية فرغلي قالت لها ان هي هتتخذ الاجراءات القانونية بتشهير لها لو هي طلعت واتكلمت تاني في الموضوع. اذا حورية فرغلي من طيبتها ومن جمالها بتديها فرصة تانية ان هي مش هترفع القضية، لكن لو حد كان غير حورية فرغلي كانت اتخذت في ساعتها الاجراءات القانونية وطلعت وعملت قضية في ريم طارق. لكنها انسانة جميلة زي ما انتم عارفين وطيوبة، بس هي زعلانة ان اهلها بيسمعوا الكلام ده. وما تنسوش ان كان قريب برضو حكاية التشهير الاعلامي اللي قال ان هو خاطبها، وبعدين حورية فرغلي مرت بحاجات كتير في حياتها، فهي لسه بادئه تتصالح مع نفسها وحياتها. فانت يا ريم يعني عايزه تطلعي الترند، شوفي حسن، ما انت على طول تطلعي الترند على حساب حسن شاكوش،
بعدي بقى خالص عن حورية فرغلي، وشوفوا لك حد تاني غير حورية فرغلي. موجودين يعني حوالين حسن شاكوش ناس كتير ممكن تعملي عليهم الترند. لكن حورية فرغلي إنسانة جميلة، فنتمنى منك ان انت تبعدي خالص عن تطلعي الترند عن حورية فرغلي. وبعدين فين الوعد اللي انت قلتي لبسمة وهبة فيه ان انت مش هتتكلمي، وانت بعدين طلعتي مش قلتي انت خدتي هدومك؟ انا اللي يلزمني هدومي وحاجتي وده، وخدتي هدومك خلاص. فخلاص بقى يعني الموضوع طول قوي قوي زيادة عن اللزوم، والكلام فيه بقى زيادة، والناس اصلا ما عادتش حابة تسمع الموضوع بتاع حسن شاكوش وطليقته ريم طارق. خلاص الموضوع خلاص ادام ما بينكم وبين بعض المحاكم، خلاص خليكي في المحاكم. لكن انت طالعة تاني ليه بتعيدي القصة وبتعيدي الكرة عشان تركبي الترند؟ مش للمرة الأولى ولا التانية ولا التالتة. انت في بسمة وهبة عيطتي وعيطتينا كلنا وكلنا وقفنا جنبك، لكن انت هتيجي تاني على الفنانة الجميلة المحبوبة اللي ملهاش دعوة بحد، اللي ما بتعملش مشاكل، اللي ما بتختلقش مشاكل مع حد، وفي حالها هتبدأي تعملي عايزة ترند. اعتقد ان الترند المرة دي مش في محله، ومش مش الترند اللي هو يعني الترند ده هيقلب ناس عليك. لان حورية فرغلي الناس كلها بتحبها، اجمعوا ناس كتير على حبها والدعاء ليها، وهي ذات نفسها لما طلعت وعرضت القضية دلوقتي عرضتها على الجمهور وعلى الناس اللي بيحبوها، وقالت لهم ايه اعمل ايه في المشكلة؟ يعني شوفوا الجمال، يعني شوفوا الجمال بتاعها، شوفي جمالها طالعه كمان بتستشير اعمل ايه معاها او ايه المشكلة. خدي بالك كمان، خدي بالكم يعني ان قصدي ان هي كمان يعني ما بتعرفش يعني تعبر عن حياتها، بدليل ان هي كاتبه في ورقه وبتقرا من الورقه، يعني ان هي طبيعيه خالص، يعني مش في دماغها اي حاجه ليك. وبعدين بتقول في كلامها ان هي اسفه 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 اسفه, أسفة حوريه فرغلي لو اتخذت اي اجراء قانوني. يعني كمان بتعتذري يا حوريه قبل ما تتخذي الاجراء القانوني، رغم ان هو في حقك، من حقك ان انت تعمليه. بجد يعني فنانة جميلة واتمنى لك حياة جميلة زي كده جميلة. حبايب قلبي ما تنسوناش باللايك بتاعكم الكريم اللي انتوا دايما بتدعمونا بيه، وما تنسوناش كده بكومنت حلو كده زيكم قلنا رايكم في حلقتنا النهارده، ورسالة كده حلوة بقى الريم طارق عشان توقف اللي هي بتعمله على الترندات ده وهوس الترندات واللي بيحصل في الترندات. في رعاية الله وحفظه، مع السلامة. سلام.